بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحفتلكم إن شاء الله تكونوا بخير انتم والديكم وأهلكم والعائلة. الفيديو تاع اليوم طويل شوية ولكن فيه وصفات متنوعة. عندنا يعني تحلية بذوق الليمون، وعندنا سمك مقلي اللي هو السردين، وعندنا وصفة البطبوط، وفوالا دونك 3 وصفات بنينة ونسحقهم في الشهر الفضيل. دونك السردين يمكن فريمون جديد، يعني شباب بزاف، وكما تعرفوا السعر تاعها راه شويه مرتفع، ولكن كان بنين صراحه وجديد بزاف. الوغ هنا عندي الوصفه تاع تحليه بالليمون. كما تعرفوا نهار اللي نديروا الحوت نبغوا صوالح كيما هكا اللي فيهم حموضه. فوالا الوغ وصفات متنوعه وسهله و ميم طون نجمو نديروها في ساعه. الوغ شوفوا هنا السردين كنت شريت كميه نتاع 500 غرام، يعني رطل تاع سردين، ولكن يعني روعه روعه روعه. الوغ نبدو بالتوابل، يعني الشرموله فيها قزبر، فيها فلفل اسود، فيها فلفل احمر، فيها شويه كركم، وفيها شويه كمون بيان سور، وعندي قزبر كما تشوفوا فيه طحناته، وعندي مغرف تاع هريسه. درت شويه نتاع الزيت وغادي ندير شويه تاع الماء باش نطلقوا شويه هاد الشرموله ونشرملوا بها هاد السردين ونديروا حبه فوق حبه. يعني هاد الوصفه قديمه كديرها الوالده الله يرحمها كاع بكري، يعني كاع ملي كنا صغار. يعني وصفه بنينه وتنتكل. كما تعرفوا الحوت صحي بزاف، وماذا بينا ناكلوه 2 و 3 فوا بار سيمين، ولكن كما تعرفوا الثمن تاعها راه شويه مرتفع. الوغ هنا غادي نقطع شويه تاع الثوم. بيان سور الحوت يبغي الثوم، يبغي الحار، يبغي القزبر، يبغي الفلفل الاحمر، يبغي شويه كمون، وشويه فلفل اسود بيان سور، وما نسوش الملح. بيان سور درت كميه تاع الملح، وكنت شويه بعد ما غسلت هذاك السردين نقيته قلعت له، يعني تقلعوا له الشوك تاعو، تقلعوا له الراس، تنقوه مليح، يعني من كاع الشوائب اللي فيه، وترشوه بشويه ملح باش يجيكم بنين. وهنا قعدت نعمر بهذيك الشرموله. دونك هذه شرموله تاع الحوت باينه. اللي عنده توابل تاع الحوت ولا كوري تاع الحوت ولا ينجم يدير. فوالا دونك ولا كاين حتى الكنور هذاك تاع الحوت نجمو ديروه، يعني هنا في الشرموله شاوت نقصوا شويه الملح. الوغ نشرملو هنايا هاد السمك نتاعنا كيما تشوفوا بعد ما نقيناه مليح مليح. الوغ قلعنا له هذوك لي زيكاي تاعه، العدس هذاك اللي فيه كل شيء. فوالا دونك في الحقيقه يعني الحوت جاي هبل. احنا عندنا في ولايه السيده الحوت ينتباع يعني تاع المارشي كوفير، يعني حوت جديد وبنين ومليح بزاف، يديروا في الكلاصون. ما يقيسوش عليه الماء بزاف، باسكو كي يقيسوا عليه الماء بزاف كيما تعرفوا يفقد البنه نتاعه. الوغ هنا درت حبه فوق حبه وخليته في الثلاجه واحد 4 سوايع ولا، ومن بعد عاد قليته في هذاك الزيت كما تشوفوا، يعني جاي يهبل. درت معاه اون صوص طوماط اللي حاره، كنت درتها غير بطوماطيش، ورقه تاع الرند، شويه زيت، شويه ملح، شويه فلفل اسود، وقطعت واحد القرن تاع الحار وخليتها طيب في خاطرها حتى داب هذاك الحرور كاع، ودرتها من تحت ودرت فوقه السردين. ما قدنيش الوقت باش نوريكم الاطباق، ولكن نوريكم غير الوصفات، يعني افكار اللي ديروها في شهر رمضان ولا في مائدة الإفطار. دونك هذا هو السردين تاعنا. الوصفة الثانية اللي هي تحلية بالليمون. هنا كان عندي شوية تاع يعني بسكوي هنايا طحنته ودركته الزبدة. هذا ما كان يعني هذه الطريقة معروفة. أنا درتها كيما اون تارت سيترون، ولكن درتها في دي فيغين يعني في كؤوس فردية. قلنا بسكوي اللي عندكم، تي بور دونك اللي عندكم، ولا او شوكولا، ولا هذا تاع اولي. يعني انا درت بيفا اللي يعرف هذاك لو بسكوي اللي يجي رقيق بزاف. الوغ هذاك طحنوه بنين بزاف وديروا له كميه تاع الزبده. الوغ هنا غادي نعمروا لي فيغين تاعنا. غادي ندير قاعده بهذا لو بسكوي، باش ما ناكلوش غير لا كريم وحدها، ناكلوا معاها حاجه. فوالا هذه هي. دونك سينو تنجموا ديروها في ان بلا واحد، يعني وديروا القاعده بهذا لو بسكوي وتزيروا عليها بكاس ولا بحاجه هكا، باش تخرج لكم القاعده يعني متماسكه. دونك انا ما خصنيش نزيرها باسكو هادو سي دي فيغين. معليش لكان هكا يعني كان هكا شويه مفركت، معليش يعني هكا ما يبانش كيما ديروا كاع اون تارت، باسكو غادي تقسموها من بعد حبات. فوالا الوغ الكريمه الاولى هنا عندي لو زيت دو سيترون، يعني مبشور الليمون. بغيت نديرها مع الحليب باش الحليب يتعزز بهذيك النكهه نتاع مبشور الليمون. هنا عندنا 2 كؤوس تاع الحليب، ما يعادل نصف لتر من الحليب. الوغ هنايا 2 فيغ دو لي وزدنا معاهم لو زيت دو سيترون. الوغ هنا غادي نديرو
2 كويير دو مايزينا، يعني ملعقتين من نشا الذرة، ولا 2 كويير دو فارين دو مايس، 3 كويير دو سكر. هنا بالنسبه للسكر، هنا نتوما وتتحكموا في السكر، يعني اللي ما يبغيش بزاف السكر ما يديرش. انا درت 3 كويير ماشي معمرين بزاف، باسكو الطبقه الثانيه تاني غادي نديروا لها كميه تاع السكر. وتاني كما تشوفوا الطبقه تحت تاع البسكويت ثاني هي حلوه بزاف، الوغ ماذا بينا نقصوا شويه السكر، هذا غير للصحه تاعنا. فوالا كما تشوفوا هنا راني نخلط حتى يتقال هذاك الخليط ويجينا كريمي. فوالا الوغ بالنسبه للمايزينا، تبغوا ديروا مايزينا، تبغوا ديروا فرينه. هنا عندي ربع كاس من الليمون وكملته بالماء، فوق الربع شويه ماشي كاع ربع، فوق الربع، وزدنا له الماء. اللي يبغي قارص بزاف يعني حامض بزاف يدير نصف كاس من عسل الليمون ويكمله بالماء. هنا عندي ملعقه من المايزينا و3 ملاعق من السكر. نعاودو، عندي ربع كاس من الليمون، وعندي كملته بالماء. عندي 1 cuillère de farine de maïs، 3 cuillères de sucre و 1 demi-verre d'eau et 1 quart verre de jus de citron. Voilà. هنا عندي un peu de extrait de citron. هنايا درت l'extrait تاع الليمون. لا ميم شوز هنا تاني في هذا تاع في هاد لا كريم تاني درنا عطر الليمون، ولكن في لا كريم الزوجه اللي درت فيها كاس تاع الماء ولو جو سيترون، هذيك درت لها غادي نزيد لها عطر الليمون يعني ملون باللون الاصفر باش يعطيني اون كولور. هذا مكان. الوغ الطبقه الثانيه هي عباره عن كريمه الليمون بالحليب اللي فيها لو زاز دو سيترون، فيها الحليب وفيها السكر وفيها مايزينا. اما الطبقه الاخيره اللي فيها الماء والسيترون ومغرف تاع مايزينا والسكر، درنا فيها ليكستري تاع السيترون كولوري يعني ملون. الوغ هنا ما تخلوهاش تتجمد، يعني غير هنايا بلا ما طابت لي الطبقه الثالثه هنايا تكون شدت روحها، ندير فوقها ديريكتومون الطبقه الثالثه اللي هي الماء وليمون وليكستري تاع الليمون. بيان سور ما نسوش المايزينا والسكر على حسب الذوق. دونك هذه هي التحليه تاعنا، خليتها في الثلاجه بعد ما جمدت، درت لها ديكوراسيون بان مورسو هكا تاع سيترون وورقه تاع النعناع، يعني غير بور كاسي لا كولور، يعني جات تهبل روعه. هذه بالنسبه للناس اللي يحبوا لي زاغروم، يعني يحبوا الحمضيات، الليمون والبرتقال. فوالا الوغ باقي ندرك الوصفه الاخيره اللي هي وصفه البطبوط. انا درتها غير بالفارينه، دونك كاين اللي يديرها بسميد وفارينه، دونك سميد وفارينه تاني تخرج لكم شابه، ولكن انا درتها غير بالفارينه. الوغ هذا هو الوصفه نتاعنا تاع تنتكل بارده بيان سور مع هذيك الحموضه. يا سلام، يعني تهودنا هذيك الشبعه تاع، ولا كيكونوا مقهومين من باغ اكزومبل كاش حاجه كليناها ميدمه، دونك لو سيترون مليح بزاف مع المشكل تاع التخمه. فوالا الوغ نروحوا للوصفة الثالثة والأخيرة واللي هي وصفة البطبوط، يعني وصفة سهلة وفي متناول الجميع. وبهذه الوصفة اللي درت بها الخبز بطبوط ديروا بها يعني المطلوع تاعكم عادي. هنا عندي كمية تاع الفرينة، مغرف ماشي معمرة مليح تاع الخميرة، ومغرف تاع السكر. الوغ هنا الفرينة عندي رطل on peut dire يعني 500 غرام دو فارين، وهنا اون كويير دو لوفور بولونجير، بصح ما ديروهاش بومبي، ديروها ممسوحه كيما درتها انايا يعني غازي. وعندي اون كويير دو سكر، عندي اون كويير دو فينيغر يعني ملعقه من الخل. كما تعرفوا الخل هو محسن، دونك انا الفرينه اللي نخدم بها الفرينه اللي تباع بال 25 كيلو، يعني الفرينه اللي فيها النخاله، دونك هذه تخرج المطلوع يجي يهبل، ميم السمن يخرج شباب بها. ما نخدموش بها غير لي غاتو، كما تعرفوا الغاتو ما يجيش بها، ولا لي طاغ ثاني ما يجوش بها. الوغ هنا الملح بيان سور والماء دافي. هنا ما درت حتى حاجه، ما درت لا سانوج لا زراره على حتى حاجه، يعني نوتر ما فيه حتى حاجه، فرينه وملح وخميره ومغرف تاع الخل. وفي الاخير عندي شويه زبده كانت عندي في الكاسرونه، زدت عليها شويه ماء حامي باش تذوب ولمت بها. يعني في الاخير درت شويه تاع الزبده، ولا ديروا شويه تاع الزيت باش يجيكم المطلوع يجي رطب. الوغ غادي نعجنه ونخليه هنايا، غادي نبلع عليه ونخليه يخمر. هنا عندي كميه من صدر الداند، يعني لو بلون دو داند، ماشي تاع البولي. هنايا صدر الديك الرومي. فوالا الوغ هنا سي لا داند، ديت هنايا غير لو بلون تاعه وقطعته شرائح ودرت له شويه تاع الخل. هنا غادي ندير فلفل اسود، غادي نديرو بيان سور الملح منسوش،
غادي نديرو سكينجبير كما تعرفوا لو جونجومبر يتمشى بزاف مع لا فيوند بلونش يعني اللحوم البيضاء. هنا غادي نديرو توابل الدجاج ولا كوري الدجاج اللي يتمشى مع اللحوم البيضاء. هنا عندي الملح بيان سور منسوش، وماذا بكم صدر الدجاج يعني تبلوه مليح باسكو كما تعرفوا يجي صامت. فوالا الوغ هنا فلفل احمر منسوش والهريسه بيان سور. حنا الهريسه ضروري في اللحوم ولا في الشرمولات ولا اي حاجه هكا نديرو فيها الهريسه. ميم في الشرموله تاع الحوت كما شفتوا درنا ملعقه تاع الهريسه. هنايا درنا نعاودو الملح، سكينجبير، فلفل اسود، فلفل احمر، هريسه وشويه تاع الزيت باش يعني الدجاج ما يجيكمش يابس. فوالا هذا البلون تاع لا ديند هذا غادي نديرو به نعمرو به البطبوط نتاعنا. الوغ البطبوط جاي هبل يعني جا خفيف جا فارغ من الداخل وعمرته بهاد لا ديند يعني هاد الشاورما. انا كنت درت شويه زيت في المقله وغادي ندير الورقه تاع الرند ونخليه يطيب على نار شويه مرتفعه باش ما يطلق لكمش الماء بزاف ويطيب في الساعه. يعني هو في الساعه يطيب ما خلوش حتى يعني حتى يبس هكا يكون هكا رطب يعني طايب وطفوا عليه. الوغ هنا كما تشوفوا الرند ضروري يعني مع الدجاج ولا مع احنا نديرو بزاف مع الدجاج فوالا ولا في لي صوص كيما لا صوص طوماط ثاني نديرو فيها الرند فيها ريحه شابه. الوغ هذا هو اللي ما يقدش لهذا الحجم يعني يجي كبير ولا زيدوا قطعوه شويه كي يطيب ويبرد زيدوا قطعوه شويه باش ديروه في البطبوط. الوغ هنا شوفوا طلق هذاك الجو تاعه يعني يهبل مع اللي كنا دايرين فيه الخل يعني جاب بنين يهبل. الوغ هنا ندو كاع الكميه نتاعنا تاع العجين. درت سميد متوسط غادي نرشها من الفوق بسميد متوسط وتحتها نديرو سميد متوسط ونديرو دوائر. هنايا البطبوط تبغوا ديروا دوائر تبغوا ديروا مربعات مثلثات دونك هنا يعني كل واحد ويخير الشكل اللي يولمه. الو هنا ما ترقوهاش حتى ترقاق تبان الطابله وما نخلوهاش غليظه تاني باش ينتفخ لنا في المقله. الو هنا ترولوه يعني روليه بطريقه عاديه يعني كما مداري ترولو ولكن خلوه يخمر. كي نديروا دوائر توجور خلوهم يخمروا غطوا عليهم وخلوه يخمر بور لا دوزيام فوا. كي يخمر مليح يعني يطلع لكم في المقله. فوالا دونك هذا هو. ما تكحزوش كي تكونوا تطبعوا ما تكحزوش الطابع خلوه غير هكا غير حطوا يدكم عليه زيروا وصافي. الوغ هذا هو نقلع هذاك الزائد يعني العجين زائد ونخرجوا غير البطبوطات تاعنا. هنا كنت ديجا هودتهم شويه الا جاوكم غلاض هودوهم شويه غير بيدكم يعني غير بالكف تاع اليد زيدوا رقوهم وخلوهم يخمروا بور لا دوزيام فوا باش تجيكم النتيجه رائعه. فوالا دونك هنا بديت نطيب كما كتشوفوا بعد ما خليته يخمر واحد هكا واحد ان كاردور غطيته مليح وزدت فوقها يعني غطاء باش ينتفخ لكم مليح وخلوه يخمر في خاطره. الوغ هنا نتفخ لي صراحه ويعني الحبات جاو خاويين من الداخل وجرطوا بزاف يعني. وماذا بكم كي تكونوا تعمروا في البطبوط ديروا على حسب افراد العائله وخلوا البطبوط كيما هكا ديروا في اون بواط تاع بلاستيك بالعولي تنجموا تستهلكوه يعني في اليوم الثاني تعمروه بحشوه اخرى يعني حشوه تكون بارده طون فرomage زيتون يعني اللي عندكم في الدار. الو هنا طيبناهم كيما تنجموا تعمروا بحشوه وتزيدوا طيبوا في البانينوز ولا هذاك الطاجين اللي فيه الخطوط. حنا عندنا واحد يعني تنجموا تحطوا فوقه حاجه ثقيله ويجيكم هكا البطبوط مخطط. انا اكتفيت كيما هكا يعني طيبته مليح وعمرته بالحشوه تاعي. ماذا بكم الحشوه تكون حاميه باش يذوب لو فرomage لا درتو فرomage ولا فوالا دونك الحشوات راهم سواء ديروها حاميه كيما درتها انا بالشاورما سواء ديروها بارده دونك بالطون فرomage مايس سالاد دونك اي حاجه تكون عندكم في الدار. الو هنا راني نحل فيهم باش تشوفوا النتيجه كيفاش داير من الداخل. فوالا شوفوا هنايا البطبوط جاي يهبل يعني بطبوط غير بالفانينه ما درت فيه لا سميد لا والو. الو هنا درت الطبقه التحتانيه درت فرomage فوندو درت سلطه كما كتشوفوا. نديروا شويه نتاع شاورما نتاعنا ديروا على حساب اللي عندكم في الدار. دونك انا اللي كان موجود درته وغادي نديروا شويه تاع لي فريت. دونك انا كنت نسيت لي فريت درت شويه زيتون اخضر
عندكم. دونك هنا على حسب ذوق الافراد العائله ولا على حسب المتواجد في الدار. وهنا غادي نديروا شويه نتاع كاتشاب، يعني ماذا بكم هادو يكونوا شويه تكون مبله، تكون فيها لاصوص، مع انه الخبز جاي يعني رطب. لا شوفوا كيفاش جاي هبل، يعني جا خاوي من داخل وماشي رقيق اللي فيه قشره، ولا يعني جا ملحم. دونك انا بديت نعمر فيهم ونستفهم هنايا في طون ان بلا باش نوجدوا الفطور نتاعنا. دونك ماشي دائما نديروا بوريك بوريك بوريك، باسكو دي فوا البوريك والله نديروه وما يتمشاش يعني في الدار. ناكلوا خطره زوج ومن بعد مش عارف يولي حاجه كي تعاود بزاف ما يتمشاش. دونك اشاك فوا نبدلوا المملحات، خطره بطبوط، خطره بوريك، خطره بيتزا، خطره لي شوسون. دونك كاين بزاف يعني انواع مختلفه نتاع المملحات. الوغ سلطه، فرomاج، شاورما. كيما هذه الشاورما تنجموا ديروا لها كيما هكا هذه الطريقه، كيما تنجموا ديروها كفته كيما تاع البوريك، ديروها حاره يعني وديروها هي هنا يتعمروا بها هي وفرomاج وشويه هكا بصل مقطع، شويه زيتون، صاي سي بون، تكون الحشوه يعني واجده. كيما كتشوفوا نعمروها ونديروا كيتشاب ولا مايونيز ولا اللي عندكم، ولا صوص الجيريان ولا اي صوص تكون عندكم في الدار. دونك هذه هي الوصفه نتاعنا تاع اليوم، او الوصفات نتاعنا تاع اليوم، اللي هي سردين بالشرموله، ودرنا تحليه بالليمون، وزدنا معاهم هاد لي ميني بطبوط يعني اللي ناكلوهم مع الحليره، يعني نبدلوا شويه. فوالا الوغ هنا وريتكم كيفاش راني نقلي في يعني في السردين. هنا بديت نقلي فيه، دونك طريقه عاديه نديروه ندوروه في الفرينه ونقلوه. فوالا دونك شوفوا هكا الزيت دا هاد لا كولور، باسكو انا كنت ديك الشرموله اللي بقات كنت دهنت بها من برا الحوت باش يجي بنين يعني من الداخل ومن برا. يعني وصفات رائعه، ان شاء الله تجربوهم وتتوفقوا فيهم. نقولكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، ودعوا الوالده الله يرحمها والله يرحم جميع الاموات المسلمين، والله يغفر لنا ويتقبل منا الصيام والصلاه. هلاو في رواحكم وفي والديكم. شهيه طيبه والى اللقاء.